خليني أبدأ معاك بجملة ممكن تزعل ناس كتير. لو حاسس إنك مش لاقي وقت، فعليا مشكلتك مش الوقت، مشكلتك إنك بتصرف مجهود غلط. لأن الحقيقة الصعبة هي إن كل الناس عندها 24 ساعة كاملة، بس مش كل الناس بتطلع منهم نفس النتيجة. وأصحاب المشاريع بالذات بيفشلوا مش علشان مش شغالين كفاية، بس بيفشلوا علشان شغالين في كل حاجة إلا الحاجة الصح. النهاردة مش هقولك اصحى بدري ولا اشتغل أكتر. النهاردة هقولك ازاي تشتغل أذكى. خليني أتكلم معاك في حقيقة إنه أنت مش ماكينة. لأن في دراسة لجامعة ستانفورد اتعملت على الإنتاجية، اكتشفوا إن بعد 50 ل55 ساعة شغل في الأسبوع الواحد الإنتاجية بتقع بشكل كبير. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إن 70 ساعة شغل ممكن تطلع نفس نتيجة 55 ساعة شغل أو حتى أقل. صاحب المشروع اللي بيشتغل طول اليوم مش شرط ينجح، ممكن يكون بس مرهق. أول تغيير لازم تعمله إنك تدير طاقتك مش وقتك بس. من الغلطات اللي بيقع فيها الناس بشكل عام وأصحاب المشاريع بشكل خاص إنه أصحاب المشاريع دايما فاكرين إن كل حاجة مهمة. لأ، خلّيني أقول لك إنه مش كل حاجة مهمة، لإن دي أكبر كدبة بيُقع فيها الناس، إن كل حاجة مهمة، فلازم كل حاجة تتعمل. خلّيني أكررها تاني وأقول لك لأ، مش كل حاجة مهمة. في مبدأ شهير اسمه قاعدة 20/80. المبدأ ده بيقول إن 80% من النتايج بتيجي من 20% من المجهود. ففي بعض المشاريع اللي غالبًا بتبقى فيها مكالمتين، نوع واحد من المحتوى أو خدمة واحدة هم اللي جايبين أغلب الدخل. طب ما تيجي نعمل ده بشكل عملي. اكتب كل اللي بتعمله في أسبوع وبعدها اسأل نفسك ايه اللي جاب فلوس أكتر، أو ايه اللي حقق لك الدخل في مشروعك، ايه اللي كان شكله شغل وخلاص. مش هقول مضيعة وقت، بس كان شغل وخلاص، تاسكات بس ما دخلش فلوس. في مشكلة تانية الناس بتقع فيها أو أصحاب المشاريع بيقعوا فيها وهما بيديروا مشروع، إنك بتبقى اتنين في واحد، إنك بتبقى المدير والعامل في نفس الوقت. أنا معاك في البداية لازم تعمل الاتنين، ده بشكل أكيد. أنا متفق معاك في حاجة زي كده، بس الغلطة إنك تفضل كده على طول. أنت عندك قبعتين: قبعة التنفيذ، والقبعة التانية هي التفكير والتخطيط. لو طول الوقت أنت لابس القبعة بتاعة التنفيذ واخد حيز التنفيذ، مشروعك هيقف عند الحجم اللي أنت قررت إنه يبقى موجود عليه. جيف بيزوس كان بيخصص وقت أسبوعي للتفكير بس، من غير ولا إيميلات ولا اجتماعات ولا تليفونات. خلينا نعملها بشكل عملي. حدد ساعتين بس في الأسبوع، في الأسبوع بطلب منك ساعتين بس تفكير فقط، ليس إلا. هتروح على فين؟ إيه اللي أنت شغال عليه؟ وإيه اللي محتاج يتلغي؟ واحدة من المشاكل اللي بتقابل رواد الأعمال تعدد المهام، المالتي تاسكينج. في دراسة من ال MIT أثبتت إن المالتي تاسكينج
بيقلل الإنتاجية بنسبة توصل ل40%. نسبة ضخمة جدا على فكرة. يعني انت مش بس بتضيع وقتك، انت فاكر ان كده بتنجز. خليني اقولك على الحل في حاجة زي كده. اشتغل بنظام البلوكس. يعني ايه؟ يعني ساعة تركز فيها وتعمل مهمة واحدة بس، وخلي دايما موبايلك بعيد. خلينا بقى نلخص ده كله بالأخطاء اللي احنا شفناها، بالمشاكل اللي احنا شفناها، بالحلول اللي انا اديتها لك، ونعمل نظام بسيط هتدير بيه يومك. مثلا الصبح ده أفضل وقت وأخطر وقت. مخك بيبقى نضيف، صاحي فريش. في الوقت ده اعمل أصعب مهمة. وقت الظهر خلي دايما للمهام الخفيفة، إيميلات، فولو أب، ردود. في آخر اليوم خلي دايما وقتك على التقييم. مش هناخد أكتر من 5 دقايق، ما يبقاش أكتر من كده، وإلا هتعتبر إنها تاسك. ال5 دقايق دول هتقيم فيهم أنت عملت إيه وإيه اللي ممكن يتصلح. وعلى فكرة النظام ده اللي بيستخدموه أغلب شركات التكنولوجيا، الشركات الكبيرة، علشان يحافظوا على تركيز الموظفين. خليني أقولك إن إدارة المجهود مش بس بالوقت. ناس كتير بتسيب المشاريع بتاعتها مش علشان فشل، بس علشان الاحتراق، البيرن اوت. يعني يعني بيحس دايما انه تعبان، ما عادش عنده نفس الحماس والشغف اللي كان موجود في الأول، بيشتغل بلا نتيجة. الحل مش هيبقى عمره راحة طويلة. الحل إنك تنظم وقتك ومجهودك، لأن أنت أيامك بتبقى في أيام تقيلة وأيام خفيفة وفي فواصل. ده حتى إيلون ماسك بيقسم يومه، لكن بيفصل بين أنواع الشغل. أهم 3 أسئلة لازم تسألهم لنفسك كل أسبوع: إيه أكتر حاجة جابت نتيجة؟ إيه أكتر حاجة ضيعت وقت؟ وإيه الحاجة الوحيدة اللي لو عملتها الأسبوع الجاي هتفرق فعلا؟ لو جاوبت نفسك بصراحة وبصدق، مشروعك هيتحسن. خليني أعيدها وأقولها تاني: إدارة الوقت مش جدول، إدارة الوقت اختيار. اختيار تعمل إيه وتسيب إيه وتفوض إيه. لو اشتغلت أقل بس صح، هتوصل أسرع. الحلقة دي كانت بسيطة جدا وسريعة جدا، وده علامة على إن إحنا عاوزين نوصل لنتيجة أسرع بشكل أذكى. وده جزء من تنظيم الوقت والمجهود. أشوفك الحلقة الجاية.